هنعمل النهاردة ناجتس الدجاج المقرمش بصدر فرخة واحدة بس. هتعملي اكبر كمية من ناجتس الدجاج، هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، احلى وانضف من اللي احنا بنشتريه من بره. هنعمله بمكون هيخليه نفس طعم اللي احنا بنشتريه من بره، يعني هنعمله نفس الطعم بتاع ناجتس الشركات الجاهز بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك في القناة، ويلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا صدر فرخة، يعني حوالي نص كيلو من صدور الفراخ او صدور الدجاج. هفرمهم كويس جدا في الكبة، وبعدين هجيب 3 أرغفة من الفينو هنقعهم 10 دقايق في المية، وبعدين هنعصرهم كويس جدا جدا من المية علشان عجينة الناجتس بتاعتنا ما تبقاش فيها سوائل، ونعرف نشكلها كويس مع بعض. هنعصرهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده بقى نضيف الفينو بتاعنا اللي احنا نقعناه على الفراخ اللي احنا عملناها، يعني فرمناها كويس جدا في الكبة. بعد ما الفينو بتاعنا خلاص هنضيف بقى الفينو على الفراخ بتاعتنا، ونبتدي بقى نضيف التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من توابل الفراخ، وده المكون اللي هيخلي الناجتس بتاعنا زي بتاع الشركات بالظبط، اللي هو الفيجيتار. حطيت كيس كامل من الفيجيتار، ومعلقة من توابل الفراخ، نص معلقة من الملح، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر. وهنعملهم مع بعض كويس جدا كده، لازم نقلبهم كويس مع بعض بحيث ان كل الفراخ تشرب من التوابل اللي احنا حطيناها، وتبقى عجينة متماسكة جميلة، ونعرف نشكلها مع بعض بكل سهولة. هنعجنهم كويس ونسيبهم في التلاجة حوالي ساعة، وبعد كده بقى نخرجها ونشكلها مع بعض، هتبقى بنفس الشكل ده. هنجيب بقى الخليط اللي احنا هنعمل فيه الناجتس بتاعتنا، عبارة عن نص كوباية من الدقيق، عليها ربع كوباية من النشا، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، ورشة بسيطة من الملح. وبعدين هضيف كمان حوالي معلقتين من الفيجيتار، يعني معلقتين فيجيتار على الدقيق والنشا، هيدينا طعم مميز وحلو جدا. هنضيف بقى المية تدريجي لحد ما نوصل للخليط اللي احنا عايزينه. هنضيف المية شوية بشوية، ونقلب كويس جدا جدا المضرب بتاعنا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، خليط خفيف مش تقيل. يلا بقى نعمل الناجتس بتاعتنا. هنشكل الناجتس بتاعتنا حسب ما حضراتكم عايزين، ممكن تعمليه بشكل بيضاوي وممكن تعمليه مدور، يعني التشكيل ده حسب ما حضراتكم عايزين. انا هحاول اعمله شبه المستطيل او المربع. هنعمله الشكل ده، هشكله كده، احاول اعمله بايدي او ممكن نعمله بالسكينة او بالمعلقة. اهم حاجة ان هو يبقى شكله حلو كده وزي اللي بنشتريه من بره. هيبقى معانا بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هعمل الكمية كلها بنفس الشكل ده، وهنظبطها كده مع بعض. وبعدين بقى هنبتدي نحط قطعة الناجتس بتاعتنا. هنجيب الشوكة كده ونقلبها كويس في الخليط اللي احنا عملناه، وبعدين هنصفيه كويس جدا من الخليط وبعدين نحطه بقى في البقسماط بتاعنا ده بقسماط كريسبي موجود في كل السوبر ماركت. وممكن تعمليه بالفيجيتار، ممكن تعمليه بالبقسماط العادي، يعني حسب ما حضراتكم عايزين. هنقلب كويس بالراحة جدا القطع بتاعه الناجتس بتاعتنا، هنقلبها كويس في الفيجيتار بحيث ان يعني نحاول على قد ما نقدر كده بالراحة علشان ما نبوظش الشكل اللي احنا عاملينه. بالراحة جدا كده من غير ما نلمسه، يعني هنلمسه بالراحة جدا، ونحطه كده في البقسماط بتاعنا، ونعمل كل الكمية بتاعه الناجتس بتاعتنا كده، ونبتدي نعمل الكمية كلها بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ونبتدي بقى نركنهم على جنب، ونبتدي على طول نحمر الناجتس بتاعتنا. يعني مش لازم نحطها في التلاجة ولا حاجة، لا احنا هنحمر على طول
علشان هي كده بقت جميلة وماسكة نفسها. بصوا هنعمل كمية كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعدين هنجيب بقى الطاسة ونحطها على النار، بس هنخلي الزيت بتاعنا ما يسخنش قوي، يعني درجة الحرارة بتاعة الزيت هتبقى هادية، والنار كمان هتبقى هادية، يعني النار هتبقى وسط واقل من الوسط كمان بشوية، علشان لما نحط الناجتس بتاعتنا ما ياخدش لون ويبقى الفراخ بتاعتنا نية من جوه. فلازم نحطه في زيت ما يكونش النار بتاعته عالية او درجة الغليان بتاعته عالية، لازم درجة الغليان بتاعة الزيت تبقى هادية علشان الناجتس ما ياخدش لون بسرعة ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنقلبه كده علشان يستوي كويس من كل الأجناب. واهم حاجة في التحمير بتاع الناجتس انه يستوي من جوه. هنعرف ازاي؟ ان احنا نهدي النار عليه ونسيبه يستوي براحته خالص خالص، ونبتدي نخرجه من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده، ونصفيه كويس جدا من الزيت. وكل ما نيجي نحط كمية تانية من الناجتس نحاول نهدي النار علشان درجة الحرارة بتاعة الزيت بتاعتنا تهدى، ما تبقاش عالية والناجتس ياخد لون بسرعة وما يستويش من جوه. هنعمل كل الناجتس بتاعنا بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وهنبتدي نقلب كويس كده على كل جنب كده، نقلبه مرة او مرتين علشان نتأكد ان الناجتس بتاعنا استوى كويس جدا من جوه. بجد والله دي احلى واجمل واسهل طريقة تعملي بيها الناجتس في البيت. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مش بياخد معانا وقت خالص، وهتفرح الولاد، واحلى واجمل طبعا من اللي احنا بنشتريه من بره. والفيجيتار اللي احنا حاطيناه ده هيدينا نفس الطعم بتاع بره واحلى كمان. خلصنا كل الكمية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله، احلى واجمل طريقة للناجتس، حاجة كده جميلة جدا جدا ونظيفة وانضف بكتير من اللي بنشتريه من بره، وبنبقى ضامنين بقى المكونات بتاعتنا والنظافة بتاعت الفراخ، وطريقتنا في غسيل الفراخ اكيد احلى واجمل من بره. بصوا ما شاء الله من جوه مستوي ازاي، مستوي وجميل جدا جدا، وشكله جميل زي بتاع بره واحلى كمان. ان شاء الله لما تعملوه هيعجب الولاد جدا وهيعجبكم انتوا كمان. بصوا ما شاء الله مستوي من جوه ولونه فاتح من جوه وجميل جدا جدا زي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اشتراك ولايك في القناة، وتدوسوا على زر الجرس علشان اي فيديو بنزله يوصل لحضراتكم، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.